حاضر 100%. كان أحسن حتى من النظارة. عملنا عمليات أستاذ عاطف، عينينا الاتنين عملنا ICL. كان عندنا ضعف في القرنية مصاحب بضعف في النظر، كان في قصور نظر شديد. عملنا عملية ICL في العين اليمين ثم في العين اليسار. النهارده ما شاء الله بالعينين شايف 3/6 قد 6 مرتين. ممكن تحكي لي أخبار العملية إيه؟ كان إيه التعب اللي قبلها؟ ليه اخترنا نوع ICL؟ والعملية كان متعبة ولا سهلة؟ لا كان ودنيا إيه أخبارها؟ هذا ما شاء الله تو النظر تبارك الرحمن. حاضر 100%. كان أحسن حتى من النظارة. أحسن من النظر. لا أحسن كثير، لا فرق كثير. احكي لي قبل العمليات كان ايه التعب اللي هو؟ أول حاجة النظر كان مش 100. ثاني حاجة كان النظارة كانت مطلقة أمام، لكن تو الحمد لله الحق الشبح تبارك الرحمن فرق احنا اخترنا ليه ICL؟ على خاطر إنه ليزر ما تمشي. احنا كان عندنا ضعف شديد في القرنية، ما وصلش لمرحلة قرنية مخروطية، ولكن كان سمك القرنية قليل لا يمكن عملها بالليزر. فاختيار عدسات ICL للحفاظ على عدسة العين الطبيعية ونشوف على المسافات المختلفة بعيد وقريب، وإن احنا نقرا وإن احنا نشوف في كل المسافات مع بعض. العملية كانت سهلة، تقريبا كل عين بناخد حوالي من 3 ل 4 دقايق كل عين. لكن كنت ما أحس بشيء. احنا بقالنا قد ايه والنظر عامل ايه؟ النظر لا تبارك الرحمن أسبوعين. أسبوعين كانت صعبة يعني. جميل ما شاء الله. طب انت تنصح باي شيء؟ لا ننصح ان دكتور هشام تبارك الرحمن، دكتور يعني تبارك الرحمن يعني جايين يعني من اللي بيراوا على اساس خصوصا لدكتور هشام، خصوصا للعياده دنيا العيون، مش جايين هيك وخلاص يعني. اهلا وسهلا بيك، نورتينا والحمد لله على سلامتك.